السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة لمسات ريهام الجزائرية. اليوم نحضروا مع بعض مبسس مقلي ومعسل يدوب في الفم جا ولا أروع. تابعي الفيديو للأخير نعطيك جميع أسرار نجاحه. ما تنسوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ما تبخلوناش ونستنى التعليقات نتابعكم. ونمر لتحضير الوصفة مباشرة. هنايا درت 3 عبار سميد يكون متوسط الحجم. هنايا اكيد راني غربلته من قبل، كيما راكي تشاهدين النوعية خيرها شابة. وضفت له الملح، وهنايا الملح على حسب الذوق، ديري وذوقي. نخلطو داك الملح بسم الله ونبدو على بركة الله. ونضيفو لها عبر يدام نصه مارغرين ونصه زيت. ندير شويه سميد في الغرفيه ونقلع داك اليدام اللي راه باقي لي، ونبسس مليح السميد باليدام كيما راكي مثلا ديري في المقرود نتاعك، تبسيه مليح حتى تدخلي المارغرين في كل حبه تاع سميد ويتشرب لك بهذه الطريقه حتى نبسوه. هنا نعطيك واحد لاستيس باش تعرفي السميد نتاعك اذا راه مبسس ولا لا. تقضبي حفنه وتزيري عليها، اذا قالت متماسكه يعني السميد راه مبسس مليح ما يخصش اليدام. واذا هذيك الحفنه انحلت لك عرفي باللي راه خاصك اليدام، سواء هنايا مبسس ولا مقرود ولا. هذه لاستيس اعتمديها كي تستعملي السميد وتبسيه. هنايا نجيب الماء، انا درت عبر بصح ما غاديش نستعمله كاع، خاطرش كاين نوعيه تاع سميد اللي تشرب وكاين نوعيه اللي ما تشربش. انا ندير الماء غير بشويه ونشوف ونلم او ميم طون. ماذا بيك المبسس ما تكتريلهش الماء، خاطر شو كان تكتري له الماء يجيك يابس. هنايا لاستيس تاع المبسس باش يجيك طري ومبسس ما تكتريلهش الماء، غير رشي ولميه. وماذا بيك ما تعجنيش غير رشي ولميه كيما راني ندير، غير اللم في السميد بهذه الطريقه حتى يتلم معايا. هنايا ندير بزوج يدين باش يساعدني ولم السميد بهذا الطريقه. هنايا ما دخلتليش كاع عبر تاع سميد، عفوا عبر تاع الماء، جاني غير نص عبر. هنايا انايا كنت لميته في القصعه وفضلت نديرها في اللوحه باش يجيكم واضح هنايا، ونقدر نطبعها بهذه الطريقه ونحلها شويه رقيقه باش ما يجينيش غليظ بزاف. هنايا نعاود له الاطراف تاعه بهذه الطريقه، فوالا كيما راكي تشاهدي. وهنا جميع السيدات كاين اللي تعرف وكاين حبيت نشارك معكم هذا المبسس بهذه الطريقه، وبغيت نعطيكم لاستيس نتاعي اللي نعرفها ونتقاسمها معكم. هنا من بعد اللي فتحته بهذه الطريقه وراكم تشاهدوا جبت هذا الطابع. تستعملي الطابع اللي عندك، اذا ما عندكش طابع ديري غير بالخدمي ويجيك شباب. هنايا طبعت راكم تشاهدوا جا ولا اروع الشكل راه شباب. نكمل بنفس الطريقه، نجيب القصعه ونحط فيها نطبعه كامل. هاد الخبزه نطبعها ولي شيت اللي يبقولك عاودي لميهم وعاودي تاني اطبعيهم حتى تكملي جميع العجينه اللي عندك تاع مبسس. انا نكمل بنفس الطريقه نطبعه كاع.
انا من بعد اللي طبعت المبسس كنت درت الزيت يسخن لي في المقله ونرمي المبسس بهذه الطريقه، وماذا بيك كي يحمالك الزيت سيداتي تنقصي له باش يطيب لك المبسس من الداخل وما يقعد لكش خضر وياخذ لك غير اللون من الفوق ويقعد لك خضر الداخل، وهنايا ما يقعدش معاك وما يطولش ومن بعد يخسر لك بالخف. دونك هذه تاني استيس نعطيها لك، كي يحمالك الزيت نقصي له وخلي المبسس يطيب في خاطره وعلى غرضه، يطيب من الداخل ويدي داك اللون الشباب من الفوق. هنايا قلبته كيما تشوفي ونخليه يطيب في خاطره والنار راها ناقصه، ما تقوليش غادي كي نقص للنار يشرب لي الزيت، هنايا بالعكس راه غادي يجيك طايب من الداخل واحمر من الفوق كيما هكا اللون تاعه يكون اشباب. وهنا من بعد اللي تقلعيه من الزيت ويكون حامي مباشرة دخليه في الحسل، الحسل يكون بارد ولا تدفيه. ومن بعد هنايا اللي خليته تشرب لي الحسل نديره في حاجة يكتب لي بهذه الطريقة، يجيك معسل ومشرب. تبعي جميع النصائح ولي زاستيس اللي عطيتهم لك يجيك مبسس ولا اروع، تقول لك تاكلي في المقروض بهذه الطريقه. من بعد اللي غسلته العبر اللي عطيته لك النهار اليوم خرج لي كميه كبيره ما شاء الله، نشوفوه في طبق التقديم. هذا هو المبسس المقلي والمعسل اللي حضرناه لنهار اليوم. تبعي جميع النصائح اللي اعطيتهم لك ويخرج لك مبسس ولا اروع. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم وترافقوه فنجان قهوة ولا اتاي في وصفات اخرى. الى الملتقى ان شاء الله.